السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعملهم الخدادية ديت بسيطة جدا، بغرزة الجراني، بخيط عادي. يعني انا عاملاها بخيط صوف رفيع، مهير كده رفيع. ممكن تعمليها انتي بخيط قطن، اي خيط يعني عايز تعملي بيه. ممكن على فكرة بالخيط المكرمية الفرنساوي، بيتعمل بيه مفارش وأي حاجة تعملي بيها، هو حلو يعني. هنبدأ ب5 سلاسل. طبعا هتختاري الإبرة المناسبة للخيط اللي انت بتشتغلي بيه. هنعمل 5 سلاسل ونقفلهم بمنزلقة، وبعدين نرتفع 3 سلاسل، وبعدين نخش جوه الدايرة ونعمل هناخد الخيط الزيادة معايا في الشغل وأعمل 4 أعمدة. طبعا ال3 سلاسل بنعتبرهم أول عمود، ادي كده 3. ناخد لفة ونعمل الرابع، ناخد سلسلتين وندخل ونعمل 4 أعمدة تاني. ادي 1 2، ده التاني، التالت، الرابع، وناخد برضو نعمل سلسلتين وندخل ونعمل نفس التكرار 4 أعمدة. يبقى أنا كده عملت 4 مجموعات. هنعمل 4 مجموعات، ما بين كل مجموعة ومجموعة سلسلتين. المجموعة عبارة عن 4 أعمدة. نعمل سلسلتين ونقفل بسحبة كده اهو في تالت سلسلة من فوق في العمود الأول. كده قفلنا السطر الأول. هنمشي بقى فوق كل عمود نعمل منزلقة، أو نسحب الخيط كده سحبة واحدة كده فوق كل عمود، سحبة اهو، عشان نروح للفراغ اللي هنخش فيه ونكمل الشغل. اهو دخلت في الفراغ اهوت. هنرتفع 3 سلاسل، وبعدين نعمل 4 أعمدة. طبعا أول عمود اللي هو ال3 سلاسل دول كده 3. ادي الرابع، نعمل سلسلتين وندخل في نفس الفراغ ونعمل 4 أعمدة. وبعدين نعمل سلسلتين ونخش في الفراغ اللي بعده. هنعمل في كل ركن من المربع 4 أعمدة وسلسلتين و4 أعمدة. سهلة جدا غرزة الجراني وبتدي نتيجة جميلة. نعمل سلسلتين ونخش في الركنة اللي بعدها. نعمل في كل ركنة مجموعتين، كل مجموعة 4 أعمدة وبينهم سلسلتين. هنعمل سلسلتين ونقفل السطر التاني.
هنمشي فوق كل عمود غرزة منزلقة أو سحبة أهي، هناخدها عشان نوصل للفراغ اللي هطلع منه للسطر التالت. ممكن بنفس الغرزة تعملي وحدات وتعملي منهم، ممكن ملابس، ممكن مفارش، مفرش سرير، بطانية بيبي، بنفس الوحدة بس على صغير، وتشبكيهم في بعض. أنا عملت كده 4 أعمدة، هعمل سلسلتين وبعدين نعمل 4 أعمدة كده الركن أو الزاوية يعني بتاعة المربع. في كل زاوية هنعمل كده 4 أعمدة وسلسلتين و4 أعمدة، دول مش هيتغيروا. هنيجي بقى في الفراغ الجديد اللي في النص ده وهعمل فيه 4 أعمدة بعد ما نكون عملت سلسلتين، يعني 4 أعمدة اهو، 2 3 4، ونعمل سلسلتين ونخش في في الركنة اللي بعدها، نخش في الركنة اللي بعدها اهي. لا دي لسه مع كده 2 3 4. هنعمل سلسلة، هو كل يعني بص السلاسل دي حسب ما احنا نشوف، لو لقيناهم سلسلة تكفي ماشي، ادم مش مشدود، ادم الشغل مش مشدود ما تكتريش السلاسل، مش قاعدة يعني. ادي 4 أعمدة، اما اللي في الزاوية دي لازم سلسلتين. هنعمل بقى 4 أعمدة كمان، هنمشي كده على هنعمل بقى جوه الفراغ دوت 4، هنبدأ بقى نكرر نفس اللي بنعمله ده في كل، ونعمل في الركنة ديت 4 و4، وهنا 4 بس، وهنا 4 و4، وهنا 4، وبعدين نشبكهم في الآخر بمنزلق ما بين كل مجموعة اللي هي عبارة عن 4 أعمدة. بنعمل سلسلتين في الركنة وسلسلة واحدة في في النص عادي، يعني في الأخيرة دي عملت سلسلة واحدة. هنمشي بقى على كل عمود بمنزلقة عشان نوصل للفراغ اللي هنبدأ السطر الرابع منه. نرتفع 3 سلاسل وبعدين نخش نعمل 4 أعمدة، وبعدين سلسلتين، وبعدين ال4 أعمدة. هنفضل نزود كده بالشكل ده الفراغات اللي في النص بقى هتزيد، هنخش في كل فراغ ونعمل 4 أعمدة زي ما انتوا شايفين كده. الزاوية بس اللي بنعمل نخش فيها مرتين
اما كل فراغ من التانيين بنعمل فيه مرة واحدة بس 4 أعمدة، وهكذا لحد ما نوصل للمقاس اللي انا عايزاه. طبعا هي خدادية صغيرة، هتبقى 40 في 40، او حسب ما انت عايزة بقى، ممكن 35 في 35، ولو كبيرة 50 في 50، حسب المقاس اللي عندك، حسب مقاس المخدة اللي انت هتحطيها. بنكمل في كل فراغ بنعمل فيه 4 أعمدة وما بينهم سلسلة. لغاية ما نخلص الدور الأخير بقى. ده بالنسبة لي كان الدور الأخير. نخش في كل فراغ ونعمل 4 أعمدة، أما في الزاوية بنخش مرتين، نعمل 4 زائد 4. خلصناها كده اهي. نبدأ بقى نبطنها. هنجيب قماشة، طبعا أي قماشة عندك، ممكن قطن، ممكن تكون طرحة قديمة عندك ما انتش محتاجاها، تكون بيضة نفس اللون يعني. وبنعملها مستطيل كده، على قد الشغل دوت مرتين، ونخلي الفتحة بتاعة السوستة في النص كده، هتبقى في ظهر الشلتة من ورا. وانا خيطتها من الجناب، وده مكان السوستة هركبها لسه. هنقلبها بقى على الوش التاني. بخيطها بإيدي عادي، بالإبرة العادية، بإبرة الخياطة والخيط العادي بتاع الخياطة. مش ضروري مكنة يعني ولا حاجة، لو عندك مكنة اشتغلي على المكنة. هنسويها من ورا، هنسويها كده وبعدين نعمل السوستة. وهنجيب بقى المربع بتاع الشغل بتاعنا، وهنثبته فوق منها بإبرة الخياطة العادية. نسوي كده، نظبطه عليها بالظبط، لأن هما الاتنين قد بعض، القماشة قد الشغل الجراني. هنخيطها من على الحروف كده بالإبرة والخيط العادي بنفس اللون، ونركب السوستة. وكده أنا خلصتها اهي، وزوقتها بوردات كده بسيطة، ممكن تحط لها انت براحتك خالص، يعني توزعي الورد زي ما انت عايز، وبالالوان برضو اللي انت تشوفيها. وعملت واحدة تانية برضو بلون تاني، نفس الشغل، بس حطيت لها وردة مختلفة، وردة واحدة في النص وورق شجر. هوريها لكم دلوقتي اهي. يا رب يكون الشغل عجبكم وتجربوه تعملوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.